بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الليلة 17 من شهر رمضان المبارك لعام 1443. هذه الليلة حدثت فيها معركة بدر الكبرى التي نصر الله عز وجل فيها عباده نصرا مؤزرا. لن نتحدث عن هذه الغزوة، وإنما سنتحدث عن دور المرأة في رمضان، ولكن نعدكم إن شاء الله أننا سنفرد حلقة خاصة نتحدث فيها عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان المبارك، وهي 3 غزوات معروفات: غزوة بدر وغزوة فتح وغزوة تبوك، غزاها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم. المرأة في رمضان أمرها عظيم، فهي التي تطبخ وتجهز الإفطار والسحور للصائمين، وهذه منقبة كبرى ودرجة عظمى فيما تقوم به المرأة المسلمة للصائمين من زوج وأبناء وضيوف كرام. طيلة الشهر وهي في المطبخ، من بعد العصر تخرج بعد صلاة المغرب غالبا، وهذا حقيقة فضل عظيم. هذه المرأة لنا حقيقة واجب تجاهها أن ندعو الله عز وجل لها، وأن يعظم أجرها، وأن يرفع قدرها. لذلك خصصنا لها هذه الحلقة لنعلم فضل المرأة في الإسلام. لا شك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أوصى بالمرأة فقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاستوصوا بالنساء خيرا. قال هذا في محفل عظيم في خطبة عام الوداع، في الحج. وهكذا أوصى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حتى في وفاته عليه الصلاة والسلام، حينما قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم، ومن ضمن ملك اليمين هن النساء. في حديث: فإنهن عوان عندكم، والعاني هو الأسير. العوان يجمع عاني، والعاني هو الأسير. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أثنى على النساء أيضا كثيرا، ذكر سورة كاملة باسمهن، وقال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مشاهدي الأكارم، لا أريد أن أستأثر بالحديث عن مشايخنا وضيوفنا ليلة: الشيخ حسن سلمان الداعية المعروف والضيف الدائم، وكذلك الشيخ أبو عبد الهادي محمد سعيد الجبرتي. نبدأ في حديثنا وحوارنا هذه الليلة ونحن نثني على النساء خيرا. نبدأ حديثنا في بيان مكانة النساء ومكانة المرأة المسلمة في الإسلام مع الشيخ حسن سلمان. أهلا وسهلا شيخ حسن. مكانة المرأة في الإسلام ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا ندرك ليلة القدر ويتقبل منا. اللهم آمين. مكانة المرأة في الإسلام حتى نستطيع أن نتصورها بشكل صحيح، كيف أن الإسلام كرم المرأة، نحتاج أن نتعرف على وضعية المرأة قبل الإسلام. نعم. كيف كانت أحوالها، وحتى بعد الإسلام في الشعوب الأخرى أو في الأمم الأخرى. حقيقة سواء في الحضارات الشرقية أو الحضارات الغربية لم تكن المرأة بتلك المكانة ولا بتلك الكرامة، وربما كان هنالك تساؤل كبير حول إنسانيتها وبشريتها.
هل فعلا هي إنسان أصلا أو ليست إنسان؟ فأول قضية حسمها الإسلام هي قضية إنسانية المرأة، وأنها مثل الرجل من حيث الخلقة، أن الله سبحانه وتعالى خلقها من نفس الطين التي خلق منها سبحان الله آدم. نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. نعم. فالبشرية كلها خلقها الله سبحانه وتعالى من نفس واحدة. نعم. إذا مسألة إن والله ماهية هذه المرأة لم تكن بالنسبة للتصور الإسلامي محل إشكال. الأمر الثاني أيضا كان هنالك حديث كبير حول نجاستها وطهوريتها، هل هي طاهرة ليست طاهرة؟ هذه أيضا كثير من الحضارات كانت تعتبرها رجس من عمل الشيطان. الإسلام أيضا حرر هذه المسألة ولم يجعل المرأة أصلا رجس من عمل الشيطان، بل اعتبرها كائن مكرم، نفس التكريم الذي كرمه الإنسان باعتباره إنسان هي إنسان. ولقد كرمنا بني آدم وهي من بني آدم. إذن في أصل الخلقة حدد خلقتها وأنها من نفس الطينة، طينة آدم، وأنها مكرمة كما أن آدم مكرم، فالمرأة أيضا مكرمة. جميل. بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها شق الرجال، النساء شقائق الرجال. جميل. فإذا يكملون بعضهم بعضا. النقطة الرابعة، وحد أيضا الإسلام فكرة المسؤولية، يعني المرأة مسؤولة أمام الله سبحانه كما الرجل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. والآيات التي تلوتها جزاك الله خير واضح أن المسلمين والمسلمات، لأن النساء بدأنا يتساءلن، قالوا الخطاب للرجال يا رسول الله. طبعا الخطاب للرجال في العربية فيما يعرف بالتغليب، يعني يكون الخطاب للرجال لكن المقصود منه التعميم، وهذه في لغة العرب على كل معرض. لكن مع ذلك القرآن أيضا بين هذه المسألة وجعل مسألة المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولية فردية، ولا تستطيع المرأة أن تتعلل بأي علل أو أي حجج في ضلالها وفي نكبتها وفي عدم التزامها، لا، حتى لا تستطيع أن تقول والله كانت تحت سطوة رجل كافر. بل جعل الله سبحانه وتعالى امرأة فرعون اللي هو أكبر طاغية وعدو لله تخرج من بيته من تشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. يا سلام. وبالتالي جعل الخطاب لها مباشر، كما أن الخطاب للرجل مباشر، مخاطبة بالتكليف القرآني، مخاطبة بعبادة الله، ومخاطبة بالشعائر، ومخاطبة بالمعاملات، ومسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخيرة أن الجزاء يشتركون فيه كذلك أيضا صحيح. يعني من أحسن من الرجال والنساء هؤلاء لهم الجنة، ومن أساء من الرجال والنساء والعياذ بالله لهم النار. إذن هذه المكانة حقيقة المكانة العظيمة التي وجد الإسلام لحظة يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أن العرب تتعفف جدا أن تتعامل مع المرأة، أو بل أبعد من ذلك كانوا ذهبوا إلى دفن المرأة وهي حية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فانظر من لحظة أو من فكرة قتل المرأة، ومن فكرة المضايقة بأن المرأة إذا حملت ببنت. طبعا هذه العقد النفسية ربما كجاهلية إلى اليوم مستمرة، نسأل الله السلامة. بعض الناس وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هذه القضية يعني معادلة صعبة جدا. إن أمسكه فكأنما هو مهان والعياذ يتعير، وإلا يدفنها وهي حية. فالإسلام على كل هذه المكانة التي وضعها للمرأة نقلها من حالة الموت يمكن أن نقول إلى حالة الحياة، ونقلها من حالة يعني زي ما قال عمر بن الخطاب ما كنا نعدهن شيئا في مكة، قال ما كنا نعدهن شيء، في مقابل طبعا نساء الأنصار وجدوا أن نساء الأنصار أفضل حالا من نساء قريش في التعامل على وفي الأجر هن سواء فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم. إذا المسألة بتاعت المسؤولية والجزاء هي مسؤولية واحدة. لاحظ سبحان الله رغم أن الإسلام سبق البشرية كلها في هذا الاتجاه وأوجد بعد ذلك معاملات راقية جدا فيما يتعلق بحقوق المرأة الزوجية، بحقوق المرأة كأم، بحقوق المرأة كأخت. وفي هذا التكريم للأسف الشديد كثير ممن لم يعرف الإسلام ولم يعرف حقيقة الإسلام تجده يتكلم عن قضية إهانة المرأة، بينما القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت تفاصيل كثيرة جدا فيما يتعلق بالتكريم. مثلا في السابق المرأة كانت تورث كغيرها
من الأشياء يعني وجاء الإسلام جاء مثل الأشياء متاع. مثل المتاع تورث. فالإسلام حرم عليها كل هذه، حرم على الرجال كل هذه القضايا، ثم جعلها في الميراث أرقى ما يكون. يعني أفضل منظومة تشريعية في المواريث تجدها سبحان الله في موضوع أفضل منظومة مالية في التعامل مع المرأة تجدها في الإسلام. تجد الإسلام كرمها وهي وارثة، كرمها وهي زوجة، كرمها وهي بنت، كرمها وهي مطلقة، كرمها وهي متزوجة. في كل المراحل اللي فيها المرأة تجد أن المرأة لم يضعها الإسلام أبدا في موطن تكون هي ذليلة فيه، بالعكس دائما تجدها وهي ما شاء الله. يعني أنا أتعجب من آية في كتاب الله يعني ينبغي للنساء أن يفخرن بها. وهذه الآية الكريمة يعني مفادها تدل على أن النساء في حفظ الله عز وجل. فقال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فنهاية الآية إن الله عليا كبيرا تدل على إن الله أعلى منكم وأقوى منكم وقادر على أن ينتقم منكم ويحفظ إيماءه ويدافع عنهن. نعم. أنا أتعجب من نهاية هذه الآية. سبحان الله، الخواتيم لها دلالات دائما. نعم. طيب بارك الله فيك شيخ حسن على هذا البيان الجميل والطرح الرائع. الشيخ محمد عبد الله، لو تحدثنا عن حقيقة تكريم الله عز وجل للنساء لطال بنا المقام، ولكن حسبنا ما ذكره الشيخ حسن. لكن الآن سندخل في يعني ما على النساء من واجبات في رمضان، ما عليهن من واجبات في رمضان من ليس فحسب من الطبخ والإعداد للإفطار والسحور، وإنما برنامج المرأة في رمضان كيف تراه شيخ حسن؟ شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا قبل الدخول في إجابة هذا السؤال، يعني ثمة أمر يعني يقع في نفوس بعض الناس. إذا نظرنا في الشريعة الإسلامية يجد أن المرأة هي تابعة للرجل، وهذا يشعر بعض الناس بتقليل من أهمية المرأة، وهذا حقيقة يرجع إلى خطأ في الفهم. الله جل وعلا اعتبر هذه المرأة مثل الجوهرة، الجوهرة المكنون، وهذه الجوهرة ينبغي على صاحبها أن يراعيها وأن يحفظها وأن يحرسها من كل سوء. فبالتالي هذه الجوهرة تكون تابعة لصاحبها حتى يعتني بها وحتى يعرف قدرها وحتى لا تهان. هذا هو مفاد الشريعة. فلذلك المرأة هي تابعة للرجل من هذا المنطق، والرجل هو المسؤول عنها. الله جل وعلا جعل الرجل بصفات خلقية معينة وجعل المرأة بصفات خلقية معينة، وكل يؤدي دوره في المجتمع وكل يؤدي دوره في دين الله سبحانه وتعالى، وكل مأجور على ما يفعل. المرأة المسلمة في رمضان، هو صحيح يعني احنا بس ما كنا نريد أن نطيل في هذا، وإلا ما ذكرته صحيح. ومما يدل على ما ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بهؤلاء البنات فصبر على تربيتهن وأحسن إليهن كنا له حجابا من النار. نعم، لعظم المسؤولية. لعظم المسؤولية. نعم، لعظم المسؤولية. فالله عز وجل رعاهن بهذه الرعاية الكاملة، وجعل الأجر والثواب مترتب على تربية البنات والإحسان إليهن بخلاف الذكر. بخلاف الذكر. سبحان الله. يعني أيضا من ربى اثنتين كنا له حجابا من النار، ومن ربى ثلاثا كنا له حجابا من النار.
فهذه النصوص التي جاءت هي من ضمن يعني ما تفضلت به جزاك الله خيرا، في أن المرأة يعني لها عناية فائقة من الله سبحانه وتعالى. طيب، برنامج المرأة في رمضان هو الذي الآن يعني نعم. حديثنا، ونريد أن نسمع أخواتنا يعني ما الذي ينبغي عليها أن تكون المرأة. يعني ثمة هناك حقيقة إقبال، وهناك أيضا تقصير من بعض الأخوات، فالتذكير واجب. المرأة المسلمة كما ذكر شيخنا الشيخ حسن هي مخاطبة مثل الرجل بما يخاطب به في الشريعة الإسلامية، فبالتالي هي مطالبة في هذا الشهر المبارك أن يكون أداءها في ما يخص هذا الشهر المبارك يكون فيه دور عظيم في تأدية العبادات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. فالمرأة إضافة إلى يعني الأعمال التي ذكرتها من طبخ وما شابه ذلك، إلا أنها لا ينبغي أن تستهلك وقتها وتستنزفه في مثل هذه الأمور. بعض النساء تجدها تسهر طول ليلها ثم تنام بعد صلاة الفجر وتظل نائمة إلى صلاة الظهر أو إلى صلاة العصر، ثم بعد ذلك تدخل المطبخ وتظل في المطبخ إلى أذان المغرب، ومن بعد المغرب مع الأكل والشرب والتنظيف وما شابه ذلك، ويضيع عليها وقتها تماما. والصحيح أن المرأة يعني تعمل هذه الأعمال كل بحسبه، كل بقدره، ولا تنسى نفسها من العبادات والطاعات التي أمر الله عز وجل بها. جزا الله من صنع هذا القهوة، وهو من ضمن حديثكم شيخ محمد. جزا الله خيرا. بارك الله. دعينا ما قلنا شيء. جزاهم الله خير. طيب جميل. يعني ما تبالغ المرأة. المرأة الصالحة هي التي تصلي فجرها ثم تمكث في مصلاها تذكر الله جل وعلا إلى أن يأتي وقت الإشراق، ثم إذا جاء وقت الإشراق فتصلي ركعتين ثم تخلد إلى النوم قليلا، ثم تقوم قبل أذان الظهر بساعة أو ساعتين وتبدأ في ترتيب أمورها وتقرأ القرآن الكريم، وتظل على ذلك حتى توقظ أولادها النائمين في البيت لصلاة الظهر، ثم بعد ذلك يستمر البرنامج في الأذكار أو في بعض الأعمال التي تعود عليها بالنفع، ثم إذا أتى وقت صلاة العصر تصلي صلاة العصر وتمكث في مصلاها تذكر الله جل وعلا بأذكار المساء، ثم بعد ذلك تدخل إلى المطبخ، وحتى وهي في المطبخ بإمكانها أن تذكر الله سبحانه وتعالى بلسانها، أو بإمكانها أن تستمع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو للقرآن الكريم أو ما شابه ذلك، ثم أنها توقت بحيث أنها تنتهي قبل أذان المغرب على الأقل بربع ساعة. يا سلام. لماذا؟ لأنه كثير من النساء مساكين نسأل الله أن يعينهن، تظل الواحدة منهم في المطبخ حتى أنه يؤذن المؤذن وهي لا زالت إيش؟ في المطبخ. شيخ محمد، أنا أتوقع الآن ونحن يعني نتحدث عن النساء، كل واحدة فيهن الآن تقول في نفسها: هل لي الأجر وأنا يعني أجهز الطعام وأجهز الشوربة وأجهز الإفطار للصائمين، وقد يفوتني الدعاء ويفوتني الذكر بسبب التجهيز، هل لي أجر في هذا؟ هل لي ثواب؟ لا شك يا شيخ برهان، هي هذا الجهد الذي تقوم به في سبيل أنها تطعم أهل بيتها أو الضيوف الذين يحلون على بيتهم، لا شك أنها مأجورة على ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجر جميع نساء المسلمين على ما يفعلون. ولكن أيضا نحن لا بد أن نتلطف بهن ونعينهن على أن يؤدين دورهن، ويبقى لهن وقت يعني يجلسن للدعاء في هذا الوقت الفاضل. صحيح. ثم بعد ذلك إذا يعني تم الإفطار وصلت صلاة المغرب وصلت السنة، ثم بعد ذلك يعني ستحتاج أن تحشد الجيش في البيت حتى تأخذ هذه الصحون وما شابه ذلك إلى المطبخ، وفي هذه الفترة القصيرة ربما تتجهز إذا يسر الله سبحانه وتعالى لصلاة العشاء وصلاة التراويح، إن أمكن أن تذهب إلى المسجد تصلي. وفي كثير من الأسر والحمد لله يعني يتمكنون من ذلك، يذهبن إلى المسجد يصلين العشاء ويصلين التراويح،
ثم يرجعن إلى البيوت، ويعني طبعا يبقى الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها. لا شك، لا شك في ذلك. والمرأة التي تستطيع أن تنفرد في نفسها أو مع أولادها الصغار وتصلي، لا شك أن هذا أفضل. ولكن بعض النساء تقول أنا إذا كنت في البيت ما أستطيع أصلي، يعني تكسل ربما ليلة ليلتين، ولكن بعد ذلك تكسل، فتقول لا تمنع إماء الله فلا تمنعون من ذلك، فتذهب وتصلي، ثم إذا عادت تكمل برنامجها، سيأتي زوجها والعشاء وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك كما ذكرنا البارحة يعني لا يكون أمرها أنه شهر رمضان إنما هو شهر عبادة، ومن العبادة أن تعف زوجها وتعف نفسها وتدخل إلى يعني حجرة النوم مع زوجها لتبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. فالآن باشرهن وابتغوا، انظر يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هذا، يا سلام. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وهذا حق مشروع. لأنه بعض النساء تقول لا في رمضان شهر عبادة وليس هناك داعي لهذا. بعد أن قدم وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال فالآن باشرهن. إشارة هنا إلى حسن تعامل المرأة مع زوجها وتعامل الرجل مع زوجته في الفراش. أنا يعني حسن يعني العاطفة والحنان والحب الجياش أشار إليه القرآن الكريم. يا أخي هذا دين عظيم، حتى في هذه الأمور يعني ما تركنا. لا التعبير الجميل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شوف يعني قضية الممازجة التي تحدث بين الزوجين عبر عنها باللباس، اللباس الذي لا يفارق جسدك، يعني اللباس هو الذي يمس جسدك. نعم. اللباس هو الذي يسترك. اللباس الذي هو أنت تفخر به. صحيح. لباس أنت تفخر به. شوف كيف البشت جميل، هيئته شيخنا شيخ وقور، هذا اللباس هكذا. هن لباس لكم وأنتم لباس. اللباس هو الذي أنت ترتاح معاه أصلا، لكن اللباس غير. فشوف وصف القرآن دقيق عجيب. فقال الآن باشرهن، الآن. ولذلك لا يستر المرأة ولا يستر الرجل إلا زوجها وزوجته، وكذلك العكس، لا يستر الرجل إلا زوجته. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. قبل هذا لا تنسى أن نتحدث عن المرأة العاملة، هذا أمر مهم. هناك نساء خاصة في أوروبا امرأة عاملة يعني عندها وظيفة، كيف يكون وضع هذا الشيخ حسن؟ نعود إن شاء الله إليكم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى فاصل، ابقوا معنا ثم لن نعود. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. منهن من لجأ إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي لأول مرة قائلا: زملوني زملوني. ومنهن من لقبت بذات النطاقين لما أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لما أن كانا مهاجرين. ومنهن من لما النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة كسرتها في حضرته وهو يقول: غارت أمكم غارت أمكم. ومنهن من لقبت بذات النطاقين لما أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يوم أن كانا مهاجرين. ومنهن من أزالت سل الجزور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقاه المشركين عليه وهو ساجد يصلي لربه. ومنهن من كانت ذات شأن عظيم فهي أخت لأم حبيبة زوجة النبي الكريم. ومنهن من أنشدت شعرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنها وقال: هي يا فلانة. ومنهن من قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. كلهن صحابيات جليلات، لنتزود وإياكم من سيرتهم العطرة عبر المسابقة الرمضانية الكبرى صحابيات، والذي يعود إليكم بموسمه الثاني عبر شبكة سلام الإعلامية، والذي يأتيكم في شهر رمضان المبارك
من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة. فنسعد بتواصلكم ونشرف بسماع أصواتكم، فكونوا على الموعد. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى آن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم. عدنا والعود أحمد. كان الحديث ماتعا مع الشيخ أبو عبد الهادي بشأن برنامج المرأة في رمضان. نستمر الحديث مع الشيخ حسن سلمان حول ما ينبغي أن تعرفه المرأة في رمضان قبل دخول رمضان. وإن كنا نحن اليوم في الليلة 17، إلى أن يعني كما يقولون لا يدرك كله، ما لا يدرك كله لا يترك، ما لا يدرك جله لا يدرك كله. كان يرددها الشيخ الألباني كثيرا، ما لا يدرك كله لا يترك كله يقولون. فنقول يا شيخ حسن سلمان، يعني المرأة وجدنا من النساء من تصوم وهي حائض مع الأسف، ووجدنا أيضا من النساء من لا تصوم أصلا، وكذلك من لا تصلي والعياذ بالله. وجدنا أيضا من المرأة وإن كانت سافرة متبرجة إلا أنها صوامة وتحترم الصوم وتعرف الأحكام. تعليقكم حول هذا شيخ حسن، لهذه ولهذه ولهذه أيضا، يعني وإن كان المجال ربما لا يسعنا أن نذكر كل جميع النساء، هناك من الأخوات من هي يعني تصوم كما أمرها الله عز وجل، وتحرص على صيام 6 من شوال بعد أن تقضي يعني القضاء الذي عليها، ثم تحرص على 6 من شوال قبل أن ينتهي، وهكذا هي حريصة على طاعة الله عز وجل. فتعليقكم حول هؤلاء النسوة الأربعة، جزاكم الله خيرا. حقيقة الواحد لما يرى واقع النساء بشكل عام في مجتمعاتنا التي تغيرت فيها ثقافاتنا، الثقافة بشكل عام من ثقافة إيمانية تعبدية شعائرية إلى ثقافة مطاعم ومآكل ومشارب، اختلفت طبعا. فتجد أن المرأة هنا بالذات في الوضع اللي نحن فيه حتى ونعينها نحتاج إلى تغيير الثقافة. يعني فكرة إنه والله تخش العصر وتطلع هذه ما شاء الله عليها مختصرة جدا. أنا أعرف نساء يدخلن من الساعة 10 صباحا أو من صلاة الظهر وإنت ماشي، فأنت في مساحة ضخمة جدا. السبب في ذلك إنه والله في ثقافة طعام، لا بد أن تبدأ في هذا التنوع الهائل جدا في السفرة. فإذا ما تغيرت الثقافة داخل الأسرة وداخل المجتمع بأنه والله يا أخي ليس رمضان للطعام والشراب، بل كان أحد العارفين يقول الصيام في حقيقته حرمان الغني من الطعام ليتذكر الفقير. نحن قلبنا القصة الآن، قلبنا القصة بحيث والله نخرج في رمضان الموازنة تتضاعف. وببساطة لو قلت للمرأة يا أخي اختصر الموضوع، يقول لك نحن في رمضان. لاحظت؟ نحن في رمضان الفهم إنه في إنفاق كثير، في زيادة في الأكل والشراب. فأول هذه الصورة نحتاج أن نغيرها حتى نتكلم عن المرأة تساهم فعلا أو تدخل إلى الساحة التي ذكرها الشيخ محمد فيما يتعلق بالتعبد والتلاوة والذكر إلى غير ذلك. هذا والنقطة لا بد منها. وبالتالي النقطة الثانية موضوع الشيخ حسن، النقطة هذه
نعم. نقطة مواجهة فطرة الناس في الطعام والشراب منذ 40 سنة أو 50 سنة. نحن نسمع مشايخنا شيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم يحثون العالم في التخفيف من الطعام، ولا تزال السفر مليئة بالخيرات. هي ثقافة مجتمع. يعني أنت حتى لو دعيت من قبل المشايخ والعلماء أيضا صح، أنت ما تمشي تلقى السفرة مثلا تمر وماء وبس، لا، كم دعينا إلى سفر مشايخنا وأساتذتنا فإذا بها مليئة بالخيرات من الشرب وأنواع من الطعام. مرة عزمني الشيخ عبد الرحمن الشمسان، قال أنا معزوم تمشي معي؟ طيب مشينا، فإذا سفرة اللي كلهم مشايخ وعلماء. يا رجل كان في المائدة أنواع عمر ما شفتها إلا في ذلك الوقت. مقتضى الكرم. أيوة، مقتضى الكرم ومقتضى هذا التخفيف منه. ما أدري كيف سيكون. والله هو نحن الآن شيخ برهان، نحن مشكلتنا تحت حجة مقتضى الكرم هدمنا جزء كبير جدا مما ينبغي أن يكون. أنا معك في أنه والله راعي الضيف الزائر، راعي يعني القضايا التي تقتضي فعلا الكرم، لكن أن يكون والله حركة المجتمع كلها مبنية على فكرة مقتضى الكرم تبقى في إشكالية. ليش ما نحن نمشي في اتجاه مقتضى الصيام، مقتضى رمضان؟ فلو ذهبنا في هذا الاتجاه نستطيع أن نتوازن في هذا الجو، وخصوصا في ظل حالة الاختلال العام في المجتمعات، ما بين مجتمعات تعيش تخمة ومجتمعات أخرى تموت بالفقر. هنا نحتاج إلى نوع من الموازنة، بحيث والله كما تفضلت القضية خربانة من فوق أصلا. يعني لو أن العلماء والدعاة والمشايخ هؤلاء عاشوا هذه المعاني اللي نتكلم عنها، معاني الزهد، معاني 50 سنة على هذا الوضع. هي هذه الإشكالية على كل. النقطة اللي أحب أنبه إليها أيضا موضوع المرأة وهي في المطبخ، هل فعلا لها ذاك الأجر كما تفضلت؟ أحيانا بعضه تحس لا. شوف سبحان الله، بعضهم أدخل المرأة في المطبخ لها الشراكة في أنها تنال أجر كل من فطرته. يا سلام. لها أجر إيه؟ أيوة كذا، قول لنا الكلام ده. أيوة. من فطر صائما عليكم. قول لنا كذا يا من فطر صائم. سبحان الله، الإمام النووي وغيرهم تكلموا في هذه الزوايا، إنه صحيح الرجل يأتي بالطعام وكل شيء له الأجر في، لكن من صنع الطعام وطبخه واهتم به هذه بلا شك شريكة. بل ذهب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام امرأة أنفقت من مال زوجها من غير مفسدة فلها أجر ما أنفقت وله أجر ما كسب. يا سلام. وكذلك الخازن. يا سلام. فلاحظ إن حتى فيما تنفقه من مال زوجها بالمعروف بما هو مسموح به عرفا، أو الرجل يعرف أنها هي تفعل هذا، ستجد أنها أيضا تدخل في هذا الباب. فسبحان الله، لها أجر الطباخة ولها أجر التعب ولها أجر كل هؤلاء الذين أطعمتهم، ثم تكون بعد ذلك داخلة في من فطر صائما. فهذه بلا شك يعني مسألة إن شاء الله لها أجر كبير جدا. ثم أيضا والله أعلم تدخل تحت أيضا الحديث الذي يقول إذا صامت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها، هذا أيضا مما يدخل، لأن المرأة أيضا إذا تمردت على الزوج في البيت، لأنه هذا من المعروف، ليس مما قد لا يكون من الواجب عليها، قد يكون من المعروف. صحيح. ولا تنسوا المعروف بينكم. فأن تقوم بهذه القضايا هي بلا شك إن شاء الله مأجورة في هذا الجانب. النقطة الرابعة أو النقطة الثالثة، نحاول على كل أن نوازن في ما بين الشعائر التعبدية وما بين أنه هي كيف تستطيع إن شاء الله أن تقوم بواجب البيت، مع أن واجب البيت بلا شك إن شاء الله أجره كبير وعظيم جدا لهذه المرأة. نذكر في موضوع أن أهم الواجبات التي يجب على المرأة في رمضان معرفة أحكام الصيام، لأن كما يقول الإمام الأخضري في الإمام الأخضري بتاعت المالكية، الشيخ الإمام الأخضري يقول ولا يجوز لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. يا سلام. هذه قاعدة طبعا في كتاب الأخضر من القواعد الأولى. فالتاجر عليه أن يتعلم أحكام التجارة، والصائم عليه أن يتعلم أحكام الصيام، والمصلي يتعلم أحكام الصلاة. يعني كل ثقرة أنت مقدم عليها لا تمشي على الحج لابد تتعلم أحكام والزوجان أحكام الزوجية. صحيح. فأحسنت. فهذه المسألة لابد كل إنسان سبحان الله باب أنت تريد أن تدخله لله فيه أحكام تعرف عليها. فلا يعقل سبحان الله مسلم يريد أن يصوم وهو لا يعرف إنه ما هي مبطلات الصيام، ما هي واجبات الصيام، ما هي شروط الصيام، ما هي مكروهات الصيام. هذه القضايا البسيطة مفروض نحن نتعرف عليها. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى الوسائط متاحة.
صحيح. المشايخ متاحين، القنوات متاحة، الإنترنت متاح، فالإنسان يمكن إن شاء الله يتعرف على أحكام الصيام. وهذا من الأشياء المهمة جدا. لا بد على المرأة المسلمة أن تدخل إلى الصيام وهي تعرف تماما، حتى لا إما أنها والله تبطل أعمالها بعدم المعرفة. طيب اذكر لنا أحكام بعض أحكام النساء. الآن المرأة إذا حاضت ما حكمها في الصيام؟ نعم. وإذا نفست فما حكمها؟ وإذا كانت مرضى باختصار من باب التذكير. نعم. لأنه سبحان الله يا شيخ حسن كنا نظن أن هذا معروف من الدين بالضرورة. نعم. فإذا بنا نفاجأ أن ثمة نساء لا تعرف أنها في الحيض تتوقف عن الصلاة والصوم. نعم. هناك نساء هكذا تقول لك أنا ما أعرف. بل أزيدك من الشعر بيت. يعني جاءني سؤال قبل سنوات، تعتقد بعض النساء أنه إذا حاضت وأفطرت أنه لا قضاء عليها، أنه خلاص هذا من الأشياء المعفو عنها. فأنت تعجب أنه من ضمن 100 ممكن تلاقي لك 2 1 لا يفقه شيئا. سبحان الله. هو أظن نحن في حلقة مفطرات الصيام تكلمنا بأن الحيض والنفاس يعتبر من الموانع، يعني لا تدخل المرأة على الصوم وهي حائض أو وهي نفساء. ولو صامت؟ لو صامت طبعا لا يصح منها، لا يصح منها وهي بهذه الصورة. طيب تجينا حالة أخرى، هي دخلت على الصيام وهي طاهر، إذن دخلت بشكل صحيح. جميل. ثم في منتصف النهار حاضت، نقول لها أقطعي مباشرة، كلي واشربي، أحل الله لك أن تأكلي وتشربي. أحيانا تكون باقي لها 3 دقائق. أحيانا سبحان الله هذا ليعلم من يخافه بالغيب. سبحان الله. أحيانا يبتليك الله في لحظة. أحيانا تكون أنت ماشي على السحور يأذن عليك، ماشي على السحور يأذن. أحيانا تكون المرأة باقي 5 دقائق فتحيض، تقول يوم كامل، ليعلم من يخافه الله. فهذه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فهذه الحالات لا بد أن تراعى، يعني المرأة تراعيها. أحيانا تكون مثلا دخلت، طيب في مسألة طهرت قبل 5 دقائق، أيوة. من الفجر حصل الطهر، ورأت ما يثبت لها أنها طاهر، وجب عليها مباشرة أن تبدأ الصوم، حتى لو اغتسلت بعد الأذان أو بعد طلوع الفجر. هذه كلها من الأحكام التي لا بد من مراعاتها. طيب لو طهرت في منتصف النهار؟ نعم، لو طهرت في منتصف النهار يعني تبدأ في صلاتها، ويمكن حرمة مراعاة لحرمة الشهر قد تمسك، لكن عليها القضاء. يعني هذا اليوم اللي أمسكت فيه منتصف النهار لا بد أن تقضيه في نهاية الشهر. فإن كان زوجها مسافرا مفطرا وجاء في فترة نهاية رمضان لا يقترب منها ولا تحاول. لا على أساس أنها صائمة يعني. إذا صائمة يقول لك على أساس أنها صائمة. لا هي مفطرة. بيقول لك على أساس أنها لا. طبعا إذا هو مفطر وهي مفطرة ما في مشكلة. لا كان الشيخ ابن عثيمين يذكر هذا بشكل فزورة يعني. نعم. يقول رجل جامع امرأته في نهاية رمضان وليس عليه كفارة. يعني فهذا الجواب كيف يكون؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فكان يقول هكذا. طيب جميل. النقطة الأخيرة شيخنا فيما يتعلق للأسف الشديد بعض الأخوات تجدها سبحان، وهذه نلاحظها بعض المجتمعات، تجدهم يصومون ولكن ما يصلون، وهذه إشكالية كبيرة. يعني تجد مطاعم ما شاء الله ملأة، وحتى لا تقول فقط جايين يأكل، لا هم منتظرين الأذان حتى يفطروا على الأذان ولا ينتظروا إلى العشاء. يعني أنت ممكن تذهب إلى الصلاة وتأتي وهم جالسين. يعني في بعض المواقع تجد مثلا يقوم شيخ واحد رجل الكبير يذهب إلى الصلاة ويعود وأولاده جالسين يمكن 7 8 ولا يصلون. هذه طبعا إشكالية كبيرة جدا، هذه إشكالية كبيرة على كل تحتاج إلى والله ما أدري يعني لا أعرف كيف يركبون هذا التناقض. انتشرت فتوى لأحد العلماء، هذا الإشكال طبعا لأنه سبحان الله يعظمون. تجد أحيانا شيخ حسن هذه نقطة مهمة. نعم. انتشرت فتوى لأحد العلماء على رجل يصوم ولا يصلي. نعم. فقال الشيخ صيامه صحيح. نعم. وإن كانت الصلاة فرض فرضها الله سبحانه. تعليقكم على هذا؟ هو على كل مبنى هذه الإشكالية هي قضية التكفير، تكفير تارك الصلاة. أي مبناها على هذه المسألة. فمن كفر تارك الصلاة
من كفر تارك الصلاة فصيامه باطل مثل ما يصوم الكافر يعني. مثل ما يصوم الكافر أو يمتثل. لكن من صحح إسلامه واعتبره اعتبر أن المسألة يعني ما دام مقر بالصلاة ووجوبها وفرضها ولكنه متكاسل وكذا، كما يذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة. لكن شيخنا أن يقال في مثل هذا الأمر يعني أحسن في صيامه وأساء في صلاته، كأنما الأمر عادي جدا يعني وكأنه هون عليه. أي نعم. يعني أنا أشوف أن يعني لا، هو طبعا نحن في مثل هذه القضايا ننصح أنه يفرق ما بين ساحة الوعظ وساحة العلم. يعني وأنت تدرس طلبة علم للتحقيق العلمي وكذا يجب أن تكون تفصل من هذا صحيح. أيوة، تفصل تبين لكن الأحكام. لكن في ساحات الوعظ العامة التهوين سؤال عام ليس هذا. ولذلك سبحان الله نصح كثير من العلماء أن نجري أحاديث تكفير تارك الصلاة على ما هي عليه في مجال الوعظ. نعم. لست أنت الآن لا في ساحة قضاء ولا في ساحة تحقيق علمي. لا تفصل. كل الأحاديث كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا طبعا حتى أيضا لا نمر عليها، هنا نلاحظ أن القول الذي ذهب إليه ربما الإمام أحمد وغيره أرجح في أنهم أخذوا الأحاديث باعتباراتها الثلاث: من حافظ عليها ومن تركها ومن ضيعها. لاحظ، حافظ عليها كانت له نور وبرهان. من ضيعها ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون. هذا طبعا من ضيعها فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء تركه. الثالث قالوا تركها، والترك هو خلاف الضياع. الذي يضيع يصليها أحيانا، لا يصلي أحيانا، يعني يؤخر يقدم، يعني هذا مضيع. أما التارك بالكلية هذا صعب جدا أنك أنت العهد الذي بيننا وبينهم فمن تركها فقد كفر. فالألفاظ الشرعية حديث مفزع، فأنت تأتي وتقول أن يعني هو أحسن بصيامه وأساء بصلاته. يعتقد أن هذا فيه تهوين للموضوع. صحيح. وتسهيله. فالله المستعان، نسأل الله تعالى أن يوفق علماءنا ومشايختنا لخيري الدنيا والآخرة. طيب، نستمر في الحديث حول المرأة وما ينبغي عليها أن تكون في رمضان. المرأة طبعا كما تفضلتم هي مسؤولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة مسؤولة، المرأة راعية ومسؤولة في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. فمسؤولية المرأة تجاه زوجها في رمضان، ومسؤوليتها أيضا تجاه أبنائها في رمضان، وكذلك بناتها. حدثونا عن هذا الموضوع، لأن ثمة هناك حقيقة جهد كبير يقومن به النساء في رمضان، وهناك تقصير كبير في هذا الجانب. فالمرأة مثلا هي التي توقظ زوجها للصلاة، هي التي توجهه. حدثونا حول هذا الواجب العظيم التي يعني ينبغي أن تقوم به المرأة المسلمة. عندك سؤال؟ لسه ما انتهينا منه شخصا، ما شبعنا منه. الله يكرم. حقيقة بالنسبة لموضوع دور المرأة تجاه زوجها، كل ذلك يندرج تحت قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبالتالي مسؤولية البيت هي مسؤولية جماعية، مسؤولية تضامنية. فالمرأة راعية في بيت زوجها، وهذه الرعاية تشتمل رعاية خاصة ورعاية كذلك تضامنية وتكاملية مع البيت. فالمرأة عندما يغيب زوجها تكون هي المسؤول الأول في هذا البيت في كل تفاصيله، وفي حفظ أمانات الرجل وأموال الرجل وأولاد الرجل، فهي المسؤولة بشكل مباشر. في وجوده أيضا لا بد من أن تكون هنالك مسؤولية تضامنية، فما يقصر فيه الرجل لا بد أن تحاول تكمله المرأة. للأسف الشديد أحيانا بعض الرجال تجده لا يقوم بمسؤوليته بشكل صحيح، مثلا متساهل في قضية أنه يأمر أولاده بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأخذهم إلى الصلاة، ينبههم، يخبرهم، يعني يوقظهم للسحور. هذه قضايا مفروض يقوم بها يقوم بها الرجل. يعني لا بد
أن تكون من مسؤولياته، لكن أحيانا الرجل نفسه ما منتبه أصلا لهذا الموضوع. فالمرأة في مثل هذه الأحوال لا بد أيضا أن يكون لها دور كبير جدا في موضوع تحريض الزوج أن يكون قدوة لأولاده. ويفضل هنا طبعا أن تكون النصيحة نصيحة خاصة، أن تأخذه كما يقال في الغرفة وتحاول تجعله إن والله الأولاد سيتأثرون بك، إذا أنت ما ذهبت صلاة العشاء، ما ذهبت صلاة الصبح، ما صليت التراويح، فالأبناء لا نستطيع أن نقول لهم اذهبوا أنت جالس. فتحاول يعني حتى تأتيه من باب إنه حرصا على أبنائنا، حرصا على أنت فعلا تعبان، أنت كذا، لكن نحن الأولاد محتاجين أن تكون لهم قدوة. فهنا سبحان الله تعين زوجها على هذا الجانب. أيضا تعينها أحيانا في قيام الليل كما جاء في بعض الأحاديث، تقوم المرأة وتوقظ زوجها، فإن أبى قال ترشه بالماء، ترش عليه شيء من الماء. هذه أيضا من الأشياء إن شاء الله اللي فعلا يمكن أيضا للمرأة أن تكون تلعب دور كبير فيما يتعلق بوجود برنامج داخل البيت، برنامج يتعلق بالأسرة في شكل جلسة أو لقاء يتناصحون فيه فيما بينهم. هذه أيضا يمكن إن شاء الله أن تكون المرأة تقوم بهذا الجانب يعني. وعلى كل حال هذه القضية هي قضية تكاملية بين الرجل والمرأة. نعم. ما يقصر فيه الرجل تكمله المرأة، وما تقصر فيه المرأة يكمله الرجل. لا يرمي أحد الطرفين بالمسؤولية على الآخر. ولذلك إذا انتبهنا في موضوع تربية الأولاد ورعاية البيت، هي مسؤولية مشتركة بين الزوجين، لا يوجد لأحد فيها مسؤولية كاملة والآخر ليس له فيها شيء، إنما هي موضوعها مسؤولية مشتركة بين الطرفين، لابد أن يؤديها بالشكل اللائق. لابد أن يفهم الرجل أنه سيسأل، ولابد أن تفهم المرأة أنها ستسأل، وبالتالي كل واحد منهم يعمل الدور المنوط على عاتقه حتى لا يكون تحت طائلة المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. طيب هذا كلام جميل، وإن كان لي تعليق حول هذا، لكن حفاظا على وقتنا نريد أن نتحدث عن المرأة الإريترية في رمضان، وخصوصا التي تعمل وتخرج من بيتها موظفة وتعود إلى بيتها فتطبخ وتجهز الإفطار، ثم تقوم بواجب الزوج وبواجب، يعني جهد جبار عجيب، والله عجيب. تقوم بما يقوم به الرجل ثم تقوم بما يقوم به المرأة. صحيح. وتجدها مسكينة قائمة على هذا، وفي الأخير أيضا لا تسمع كلمة شكر لا من زوجها ولا من أبنائها ولا من، يعني أنت والله تتعجب. حدثنا حول هذا يا شيخ محمد، ماذا نقول لهذه المرأة العملاقة الحقيقة؟ أولا تحية عطرة لمثل هذا النموذج من النساء، المرأة التي تقوم بالأدوار كلها، تقوم بدور الرجل، وتقوم بدور المرأة، وتقوم بدور الأم، وتقوم بدور الأب، فلها منا أجمل تحية، لأنها ألمت بجميع المسؤوليات. وعلى ما قلت، وللأسف أن بعض الرجال من الجحود والنكران الذي فيه المرأة وهي طول اليوم في العمل تأتي إلى بيتها تريد أن تستدرك وتلملم مسؤولية البيت، فإذا بها تجد اللوم والعتاب وربما السب والشتائم من زوجها هذا المتعجرف. طبعا ليس كل الرجال على هذه الشاكلة، ويوجد من هذا ويوجد من هذا. على كل حال هذه المرأة التي تكافح وتعمل لها عظيم الأجر، لأنها تقوم بجميع الأدوار، خاصة المرأة التي يعني ليس لها زوج، سواء كانت مطلقة أو كانت أرملة، فهي تقوم بجميع الأدوار التي تعتقد أنها مسؤولياتها، ليس كمثل بعض النساء التي فرطت في مسؤولياتها وشعترت أولادها وأولادها لا تدري أين هم. ولكن نتحدث عن المرأة التي تعتني بعملها وتعتني بأولادها عناية فائقة، وتعتني بعبادتها لله سبحانه وتعالى، فتجدها أول أمر عفيفة شريفة، يا سلام، يعني محافظة على نفسها، يا سلام، ومحتشمة، يا سلام، ثم أنها تصوم
وتؤدي صلاتها وتقوم بجميع العبادات المنوطة على عاتقها التي يعني قد لا يتحملها بعض الرجال. فلذلك هذه المرأة أنا أعتقد أن أجرها مضاعف، وأن الله سبحانه وتعالى يأجرها أضعاف ما يأجر بقية النساء اللواتي يجلسن في بيوتهن وليس لهن إلا مسؤولية البيت والأولاد. فليس لنا في هذا المقام إلا أن نحيي مثل هذه المرأة، وأن نشد على يديها، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيها الأجر العظيم. نعم، هذه وأكمل حديث الشيخ من حيث انتهى أن الله سيعوض هذه المرأة المكافحة التي ما خرجت إلا اضطرارا من أجل لقمة العيش العفيف ومن أجل العناية بأبنائها. قد يكون زوجها معها كما قال الشيخ، وقد تكون أرملة أو مطلقة، ومع ذلك تحية عطرة لها ودعائنا لها أيضا في حاضرا وفي ظهر الغيب أن يعظم الله أجرها، وأن يضاعف لها، وأن يرفع درجاتها، وأن يثبتها على الخير، وأن يعوضها بأبنائها، وأن يصلح لها زوجها إن كان غير صالح، أو أن يرزقها الله عز وجل زوجا صالحا. كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. نقول لمثل هذه المرأة: اصبري واحتسبي فإن العاقبة لك، وإن هذا الزمن يمضي وسيأتي اليوم الذي تفرحين به إن شاء الله. فإن المؤمن إذا غمس في الجنة غمسة واحدة يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك بلاء قط؟ فيقول: لا يا ربي. والعكس بالعكس، فأبشري بالخير فإن هذا البلاء زائل، وسوف يأتي الله عز وجل بالنصر. فإن الله سبحانه وتعالى هو القائل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فحينما ترين أبنائك قد كبروا وأصبحوا رجالا، وبناتك أصبحن عرائس، وكل واحد منهم في بيته، أنت تكونين هكذا قد أديت رسالتك في هذه الحياة، فأبشري بالخير العظيم. مشاهدي الأكارم، انتهى وقت الحلقة، والله ما شبعنا منكم. إذا أنتم شبعتم منا، نحن ما شبعنا منكم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، والله تعالى أحكم وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.